السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة ملاعب المغرب نيوز. نحن على موعد مع نهائي كأس إفريقيا، مواجهة قوية تجمع بين المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي، مباراة تحمل طابعا خاصا وحلما كبيرا للتتويج باللقب القاري. المنتخب المغربي تأهل إلى النهائي بعد مباراة صعبة وقوية أمام منتخب نيجيريا انتهت بالتعادل السلبي 0-0 في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يحسم أسود الأطلس التأهل في ضربات الترجيح بنتيجة 4-2 في مباراة أظهرت قوة الشخصية والتركيز العالي للاعبين. أما المنتخب السنغالي فقد وصل إلى النهائي بعد فوزه على منتخب مصر بهدف دون رد، مستفيدا من قوته البدنية وانضباطه التكتيكي. ورغم قوة السنغال إلا أن لديه بعض نقاط الضعف، أبرزها البطء النسبي في الخط الخلفي وترك مساحات خلف الأظهرة، إضافة إلى الاعتماد الكبير على القوة البدنية، ما يجعله يعاني أمام المنتخبات التي تعتمد على السرعة والتمرير القصير. في المقابل يتميز المنتخب المغربي بدفاع منظم، وسط ميدان متوازن، وسرعة في التحولات الهجومية، إضافة إلى روح جماعية عالية وثقة كبيرة بعد تجاوز عقبة نيجيريا. نهائي إفريقيا لن يكون سهلا، لكن المغرب يملك كل المقومات لتحقيق اللقب إذا لعب بنفس الانضباط والتركيز. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في قناة ملاعب المغرب نيوز وترك رأيكم حول توقعكم لنتيجة النهائي.